السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معايا كده طاسة على النار فيها معلقتين زيت، نزلت بقرن فلفل حامي كده وبصلاية كده صغيرة قطعتها قطع يعني متوسطة، هديهم تشويحة. ودي كانت قطعة فراخ عندي قطعتها حتت صغيرة كده وهديهم تشويحة كلهم مع بعض. وبسلق المكرونة زي ما انتم شايفين، تنفع بقى بالفراخ، تنفع بالجبن، تنفع بالصدوق، تنفع بلحم، اي حاجة انتوا عندكم حطوها. من غير حاجات دي خالص برضو تنفع، مع ملح وفلفل اسود وسبع بهارات. هديهم تشويحه وهنزل بمعلقه من الصلصه بتاعت المكرونه، احنا عملناها قبل كده مع بعض. هنا بقى الصلصه بتاعت المكرونه هنزل عليها كده بالمكرونه، هديها تقليبه. بعد كده هنزل عليها بخليط الفراخ زي ما انتم شايفين كده، هديها برضو تقليبه. وهنزل بشويه من الزيتون، عندك بقى مشروم ممكن ما تحطيه، اي حاجه انت عايز تحطيها حطيها. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره كده من الجبنه الموتزاريلا، هديهم تشويحه وهحطهم في صينيه. بعد كده احط فوق منهم جبنه موتزاريلا ورشه بسيطه من الفلفل الاسود. طبعا الفرن بتاعنا شغال، وهنحطها من تحت، مش هنولع عليها شوايه عشان ما تتحرقش، يا دوبك بس الجبنه تسيح. كل حاجه عندنا مستويه. بصوا بقى لما طلعت، بصوا الجمال، بصوا بقى المطه والجمال. طعمها كان خطير يا جماعه. تنفع معاكم عشاء، تنفع معاكم غدا، بين الوجبات براحتكم خالص، مع شويه زيتون كده وشويه دقه، بجد تحفه. يا رب الوصفه